عارف ايه اكتر حاجة بتبوظ العلاقات بهدوء؟ مش الخناقات الكبيرة ولا حتى الغدر الواضح. سوء الظن ده اللي بياكل الود بالراحة ومن غير صوت. انك تسمع كلمة عادية فتقوم دماغك تسحبك لأسوأ احتمال وتبني جواك حرب كاملة وتصدقها اكتر من الشخص اللي قدامك. الحكاية بتبدأ بحاجة صغيرة جدا، رسالة اتأخرت شوية، نظرة ما كانتش مفهومة، أو رد ناشف على غير العادة، وفجأة عقلك يشتغل مؤلف ومخرج ويطلع لك قصة كاملة ملهاش أي دليل حقيقي. أصل العقل ما بيحبش الفراغ، فاليوم ملقاش تفسير يحط أسوأ سيناريو ممكن. وعلم النفس بيقول إن الشخص اللي وقع عليه خدلان قبل كده قلبه بيفضل صاحي زيادة عن اللزوم، بيشك بسرعة مش لأنه وحش لكن لأنه خايف يعيش نفس الوجع مرة تانية، فيبدأ يدافع عن نفسه بطريقة مؤذية، يهاجم، يشك، يفسر كل حاجة غلط كأنه بيضرب ضربة استباكية قبل ما حد يوجعه. والمشكلة إن سوء الظن بيغير نظرتك للناس، بتشوف السكوت كرهة والانشغال تجاهل، وأوقات الحب الحقيقي نفسه تحسه تمثيل، فتتعامل مع ناس بتحبك كأنهم أعداء بس بسبب خوف جواك انت. والمؤلم بجد انك ممكن تخسر شخص كان فعلا سندلك بس بسبب معركة كانت دايرة جوه دماغك انت لوحدك. اوقات احنا مش بنهرب من الناس، احنا بنهرب من احتمالية اننا نتكسر تاني. طيب والحل؟ قبل ما تخلي شكك يقودك استنضف ظنك، اسأل، اتكلم، واجه خوفك بالحقيقة مش بالخيال. مش كل الناس شبه اللي أذوك زمان، ومش كل سكوت وراه نية وحشة. أوقات العقل بيخوفك من حاجات عمرها ما كانت حقيقية أصلا. سوء الظن ما بيحميش قلبك، ده بيحبسه. فهم نفسك الأول وصالح خوفك القديم عشان ما تخسرش ناس كان كل ذنبهم إنهم بيحبوك. خليك معانا عشان اللي جاي هيخليك تواجه نفسك بجد.